بس هذا ما يقدر. لا لاني يقارن. لا خدمه لقضيتنا. انا اعرف. لا انا ابغى رايك الحل. خلنا عشان نتداول. فيصل بن تركي اتعبني الحل. لقى دعم صرف اموال ما جاب شيء مقارنه باللي انصرف. انتم شو تقول؟ انا بوجهه نظري انا اقول للامير فيصل بن تركي وضع النصر الحالي ما يستاهلك. انت تستاهل نادي افضل من كذا. انت كذا تقزم النصر. نعم. لا مو صحيح. فيصل بن تركي استلم نادي يا حبيبي. النصر في عزه وسبق اني قلتها واعيدها الان والناس مستغربين. من 402 الى 413 جابوا في عز النجوم والتوهج 4 بطولات، دوري واحد فقط لا غير في 12 سنه. زين. ومع هذا كان الناس يقولون يا بطل يا ماجد يا بطل يا هريفي يا رموز. من رموز النصر لعيبه يقولون ماجد هريفي محيثن يوسف خميس. هالرموز ذولي ومعهم صالح المطلق عشان ما ننسى مكانته. من 402 حتى 413 ولا دوري 409 فقط، وختموها 413 الترتيب التاسع. وانا اعتذر على فكره، انا امس في السناب قلت ان النصر كان 413 الثامن، صححوا لي ناس قالوا انه التاسع، فانا اعتذر من جمهور النصر، غلطت عليكم قلت الثامن والصحيح ان النصر كان التاسع. رجع بعده واخذ طيب 413 التاسع. لا رجع بعده واخذ دوري. لحظه لا خذ 14 لا برد عليك في الاولى. خلينا نتكلم من 1400 لا كل 3 سنوات بطوله. انتم تقولون يا بطل يا ماجد يا بطل يا هريفي يا بطل يا يوسف. تبي انت بتجاوب علي عبد الرحمن سعود. جاوب. من 1402 زي ما قلت 1413 كم بطوله قيمت؟ كم كان عندنا بطولات؟ لحظه جاوبني. وش انا اقول لك؟ جاوب. شيل البطولات الخارجيه اللي يلعبها النصر، بس حاسبني على دوري وكاس. حلو. شيل كاس يعني دوري وكاس حوالي 20. طيب يلا لحظه 20. كم الابطال؟ 24 بطوله. كم الابطال؟ كل بطوله كل سنه بطولتين. 12 سنه في 24 بطوله اسيويه. لا واحده خليني اعطيك. لا اتكلم عن فتره النصر من 402 الاسيويه في ذاك الموسم لعب على نهائي. طيب 24 بطوله. لا لحظه بس على اساس هو يقول في هالسنوات هذه كم اخذ الهلال بطوله؟ كم اخذ الشاب بطوله؟ بعطيه منطقه اللي قبل شوي يعطيني اياها. انا حلو. لحظه طيب الهلال اخذ 4 دوري. ما كملت اصبر. 4 دوري لحظه بطوله انا اتكلم. والبطوله الدوري وش؟ لحظه بطولات يعني كامله دوري وكاس. لو حسبها لك الحين انا اقول لك لا اصبر تكمل. لا ترى مقياس الفرق الدوري. الهلال اخذ وقتها زين اللي كانوا يقولون نصر ماجد عبد الله بطولات الهلال في الدوري اكثر. انتصارات الهلال على النصر في المباريات اللي كان يلعبها ماجد عبد الله احنا ما جايين نقارن اعمال. لا انا اتكلم عن ماجد عبد الله الان. ماجد عبد الله الان ينتقد فيصل بن تركي اللي اقام الحفل الاعتزال. ينتقد فيصل بن تركي لانه ما جاب بطولات. لا الله اكبر. انت يا ماجد كنت تلعب كل سنه دوري. انا مالي تكلم بلسان ماجد لسان يتكلم. طيب انا اقول لك لا انت الهلال لحظه في الفتره اللي نتكلم عنها الهلال جاب دوري بس بتكلم بس الدوري 405 406 408 410 4 دوري مقابل دوري للنصر. يا رموز النصر يا العصر انت الان الاهلي والشباب والاتفاق كان ياخذ بطولات دوري. المقصد نفترض ان كان الاتحاد والهلال الاهلي برضه نفس الطريقه. لا في الاتحاد ما بدا الا في 417. لا الفتره ذيك كانت فتره الهلال. الاتفاق اخذ دوريين والاهلي دوري. اللي ناخذ كلامه ان ماجد ما عنده تاريخ والهريفي ما عنده. لا عندهم. ما عليه. لا لحظه بناخذ كلامه هو يقول الرموز ما عندهم اي شيء تاريخ مقارنه بالتاريخ. فيصل بن تركي تاريخه اكبر. لا نعطيه نقول الان هذا اللي مضى ما في شيء. النصر كل عنده 24 بطوله 23 بطوله هم جابوها له او 22 بطوله جابوها من؟ جابوها للنصر. النصر اضاف 3 بطولات فقط. حبيبي مو فيصل بن تركي لحظه انت حسبت بطولات النصر ما قبل الدوري. مو صحيح ان المجموعه اللي انت تتكلم عنها ماجد ومحيز جابوا 23 بطوله. مو صحيح. كم جابوا؟ احسبها كم 12 بطوله. انا الان اقول ماجد اتوقع انه شارك في 11 بطوله بس. طيب 11 بطوله ما مشكله. انا الان في 20 سنه الان مسحت تاريخهم ما عندهم بطولات ولا يعرفون يلعبون. لا عندهم بطولات. لا على وضع ابو ساري. ما عندهم بطولات. انا اقول مثلت الان ابو ساري واحد يا شباب والله صوت الداخل ما نفهم. اسمعني لما ما نفهم النصر الان عنده ضخ مالي وعنده عناصر وعنده مواهب ومع هذا ما اغتنم زمانه. انا اقول النصر في ذلك الوقت عنده نجوم انتم ترون انهم اعظم من نجوم الحاليين ولم يغتنم زمانه. نفس الفكره